السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة كده كله طاقة وحيوية ونشاط، وعايزة اقول لكم الحمد لله. يعني هوريكم الكنبة اللي انا كنت عايزة احولها سرير، هي اذ فجأة اتحولت دولاب او اتحولت لدرج، او يعني انتوا هتشوفوا معايا. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. يعني عارفين انتوا اللي هو لما تكوني حاطة في دماغك حاجة، والمشكله ان انت اشتغلت فيها، انت بوظتيها حرفيا. يعني عارفين اللي هو خلاص انت اشتغلت فيها على اساس ان هي هتبقى حاجه في دماغك، وفجاه تلاقيها حاجه تانية خالص، انت مش حطاها في الحسبان بتاعك خالص، يعني مش حطاها في دماغك خالص. بس هي طلعت كده، يعني قدر الله ما شاء فعل. الفكره كلها ان انا قلت لا، هستفاد منها برضو، مش هخليها يعني تبقى حاجه تبوظ، يعني حاجة تبقى باظت او كده، لا. فالحمد لله برضو استفدت منها. وهقول لكم دلوقتي بقى هي يعني ايه اللي حصل، او كانت فكرتها ايه وبقت فكرتها ايه، او انا استغلتها ازاي. فالحمد لله، يعني كل حاجة برضو الواحد بيقول لعله خير وربنا يسترها. المهم كده نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اهم حاجة بقى كده، طمنوني عليكم كده، بدأتوا تنظيفات العيد ولا لسه؟ هي عيد وامتحانات وكله مع بعض، انا عارفة ان هي دربكة جامدة قوي، بس ان شاء الله ان شاء الله كده تبقوا قدها. وروقي حالك وخلصي كده على قد ما تقدري، خلصي اللي وراكي عشان لما يجي عليك الامتحانات ان شاء الله تبقي رايقة، وهيبقى داخل عليك العيد على طول بعدها، فربنا يعيننا جميعا يا رب. تعالوا بقى بصوا، هي هنا الكنبة كانت كنبة، والله كانت كنبة وفي حالها، ولا اشتكت ولا اتكلمت ولا قالت حاجة. معرفش بقى، سبحان الله. يعني انا قلت ايه، عايزة اقفل الارج لابني ويبقوا البنات لوحدهم والصبيان لوحدهم. فالحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. زي ما انت شفتوا قبل كده برضو كانت اتكسرت معاه، واكتشفت ان هو يعني مش خشب، هو كان كرتون حطه وقال هيتقله. اهو بصوا شايفين الحته اللي هي حاططها بمسامير دي، هي دي الحته اللي قال هيتقلها بخشب. هي يا دوبك جاب حته خشبه هنا زي ما انتوا شايفين اهي الحته دي، وحط فيها مسمارين كده وخلاص. الحمد لله هو كده خلاص تقلها، يعني الحمد لله. وحط لها خشبه تانية من تحت كده برضو. فالحمد لله، يعني ايه، قدر الله ما شاء فعل. انا الفكره كلها ان انا اول ما شفتها، يعني ازاي ده هتبقى سرير؟ ما هو الطبيعي ان انا هجيب مرتبة تتحط فيها تخش، يعني لما اجي ازقها وادخلها في الكنبة هتخش جوه، يعني مش هتبقى كده. فانا اتفاجئت ان هي لما هحط يعني هجيب المرتبة، طب ما هي كده هتبقى اقصر من الكنبة، فين السرير اللي انا عملته؟ يعني انتوا فاهمين قصدي؟ يعني الفكرة كلها ان يعني هتبقى المرتبة اقصر من الكنبة نفسها، يعني هيبقى فيها علو، يعني الكنبة هتبقى عالية، واللي هي اللي انا عملتها دلوقتي دي هتبقى اوطى منها، مش هيبقى السرير على بعضه. فالفكرة كلها والله انا برضو ايه مرضتش يعني اضايق جوزي برضو بالموضوع، فقلت هستغله. وقلت لابني على فكرة حلوة، وبصراحة فرح بيها قوي. يعني عارفين انتوا بقى العيال لما بتفرح بحاجة كده، هو فرح بيها قوي. قلت له ايه رأيك يبقى دون درج اجيب لك فيه هدومك وتبقى كتبك وتبقى كل حاجتك كده في اوضتك. فرح قوي 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 بالفكرة دي. يعني انا بصراحة قلت استغلها كده، وتبقى اللي هو سرير، من يعني عادي هينام من فوق عادي سرير، وهيبقى الدرج دون هيبقى فيه الهدوم وفيه الكتب زي ما انتوا هتشوفوا معايا. فانا بصراحة رحت جايبة المفرش دون، لان الموضوع جه فجأة. فقلت لا، اللي هو مش هنزل اشتري يعني مشمع او كده، لقيت ده موجود فقلت تمام هشتغل بيه كده. هو بصراحة يعني عجبه الرسمة، لان هو اللي كان جايب اللي هو الرول دون، فكان عاجبه الرسمة الفرعونية دي قوي. فقلت تمام هفرشهوله كده، وهتشوفوا بقى معايا هتبقى فكرته عاملة ازاي. والله وطلع حلو جدا وعملي وما شاء الله. فانا دلوقتي هعمل يعني فرشته كده، بصوا نضفته حلو من التراب اللي فيه ده. انا عايزه اقول لكم انتوا هتشوفوا معايا يعني بهدله في يعني المكان ما هو عمل كده الركنه. وطبعا حته اللي هي القماشه اللي نازله من الكنبه هناك دي برضو هدخلها كده جوه الخشب، فالحمد لله مش هتبقى باينه يعني في الاخر كده بعد ما خلصت تصوير. فلقيت برضو الهدوم هنزل على الهدوم، فروحت مدخلاها في الخشبه ودخلت الحمد لله. بعد ما كنت هقصها لقيتها لا دخلت. فالفكرة كلها بقى هنا، بصوا استغليت الفكرة ان انت برضو ممكن اي حاجة قدامك بدل ما تضايقك لا استغليها صح. بس يعني انا عايزة اقول لكم والله بعد ما كنا متضايقين جدا ان ما بقتش السرير زي ما احنا عايزين،
بس والله الفكرة كلها كانت حلوة في ان هي تمام، لميت له كتبه ولميت له حاجته. وانا عندي اصلا الكنبة دي عريضة قوي، يعني اللي هو ايه هينام عليها برضه هيبقى مرتاح. هو نام عليها كذا مرة فهو حاسس ان هو مرتاح عليها. قلت له عشان ما تحسش انك متضايق او ان احنا مقصرين معاك، لا قال لا تمام والله انا مبسوط قوي بيها. فالحمد لله يعني. وفيما بعد ان شاء الله بعد كده ممكن بقى الواحد ايه يعني يغير بقى النظام، يجيب له سرير، يعني ايه يحاول بقى يغير كده في نظام الأوضة بتاعته. فالحمد لله طبعا كله فضل ونعمة. هي الفكرة كلها ان هي كمان لسه مش متركب لها مقبض اللي هو يتمسك منه كده اللي هي الدرج ويتسحب بيه ويتدخل بيه. فقلنا الراجل قالها برضو هيبقى يجيبه ويركبه. فالحمد لله يعني ايه كلها الحمد لله حاجات سهلة. والحمد لله ان هي جت على قد كده. يعني انتوا الفكرة كلها والله يعني مستغربة بس ان حاجة انت حطاها في دماغك وتمام. والراجل والله نفسه اول ما يعني الجوز قال له الفكرة قال له اه ما هي عندي واعملها في البيت. انتوا متخيلين يعني تمام اللي هو تمام يعني هي يعني الموضوع اصلا هو عمله قبل كده. فهو اتاري لا هو زي فكرته. يعني والدتي برضو عندها النظام ده بس في السرير، سرير تسحبي منه سرير تاني. بس يعني هي الفكرة كده. فدي كنبة تسحبي منها كنبة تانية. بس الفكرة كمان ان هو خشبه خفيف فتخافي تحطي عليه مرتبة وتنامي عليه. فقلنا لا هو كده زي الفل والحمد لله. يعني ايه الهدوم والكتب والحاجات دي خفيفة مش هتأثر على الخشب. الا بقى لو حد سند عليه، حد يطلع عليه برجله بتاع ده اللي غلط بقى، ده اللي ايه مش هيستحمل اصلا. يعني احنا جربنا قبل كده وما استحملش. فالحمد لله يعني. بصوا بقى الفكرة كده قولوا لي رأيكم فيها ايه. يعني وحد حصل معاهم حاجة زي كده او موقف زي كده برضو ممكن يكون عمل حاجة، يعني عملتوا حاجة تانية مثلا ممكن اتعلم منها. فقولوا لي كده برضو. وبصوا بقى هو ده المنظر يعني شكله كده بعد ما خلاص خلصت كده. يعني الحمد لله طبعا لسه بقى بطلع له بقية هدوم الصيفي. فهكمل برضو كده وهبقى احطها. فالحمد لله يعني ده كده المنظر بتاعها. والله برضه انا شايفه ان هي بقت عمليه جدا. يعني انا شايفه ان هي بصراحه حلوه قوي وعمليه. بس الفكره كلها انا صعبان عليا ان هو مش سرير سرير، بس هو عاجبه وتمام مبسوط بيه فالحمد لله. وقولوا لي برضو كده رايكم ايه. بصوا بقى هنا بقى مكان المقبض، لا يعني بصوا مكان ما هشاور لكم كده ده اللي هو المكان اللي المفروض يتركب فيه المقبض، واللي هو اسحب منه الدرج وادخله. يعني هو في الاخر اتقال يعني بدل ما يبقى سرير بقى درج الحمد لله. بس درج كبير قوي يعني مش درج اللي هو درج معقول، لا درج كبير قوي. فالحمد لله يعني. وبعد كده بقى مسكت على الارض. بس عايزه اقول لكم والله الحركه دي خلتني مسكت على الارض. ما اقول لكمش بقى اللي عملته فيه. انا مش عارفه هو ارض هو دلوقتي بتهيألي اوضه ابني، يعني مش هقول ارض بقى عشان ما يتضايقش. فمسكت عليه بصراحة كده عايزة اقول لكم تنفيض وترويق وخليته زي الفل. يعني انت هتشوفوا شكله بصراحة هيتحول، يعني هتلاقي شكله كده حلو قوي والنظافة بقى وكده. فالحمد لله. فانت تشجعي كده برضو قومي خلصي كده اللي وراكي يا ست الكل عشان ما فيش وقت. يعني بصوا الحمد لله يعني النهاردة. يعني شوفوا بقى كام قاعدة اللي هو انت الايام هتلاقي بتجري بتجري بتجري. فانت الحقي خلصي كده اللي وراكي. انا والله بقيت بعمل كده وانا واقفة كده في المطبخ، بحاول اخد لي ضرفة مطبخ، اخد لي اي حاجة كده والاكل مثلا على النار. او انا بعمل في الشقة كده مثلا قاعدة ولا حاجة اجيب مثلا ضرفة مثلا واروقها. طبعا حلوة قوي عشان بنزل في الصيفي وبعمل في وبشيل في الشتوي. فعايزه اقولك يعني ايه حاولي تروقي كده حالك وتروقيها حلو قوي 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 عشان لما يجي عليكي العيد ان شاء الله تبقي مرتاحه. وكمان مع ضغط الامتحانات اللي هتبقي فيه فربنا يعينك يا رب ويعين كلنا يا رب، يعيننا كلنا على كل امور بيتنا وكل امور حياتنا يا رب اللهم امين. وزي ما قلتلك قبل كده حاولي على قد ما تقدري برضو عشان انا عارفه ان مصاريف جامده قوي اللي هو دروس ومراجعات وملازم وكل الحاجات دي. فانت حاولي كده برضو تدبري نفسك. وطبعا دخلة عيد عايزه تجيبي مثلا العيل ترنج طقم جديد، عايزه لسه بقى برضو عايزه تجيبي بقى اللحوم والحاجات دي. فانت ايه خليكي في تدبير وبالراحه. مش لازم بعصبية وبخناق، لا اللي هو انت ايه حاولي تمشيها كده بالراحة. هاتي حاجة في حاجة، مش لازم كله يتجاب مرة واحدة. لان احنا طبعا عارفين كلنا عارفين الظروف دلوقتي والوقت والغلو اللي حاصل دون. فعلى قد ما تقدري بالراحة. وهاتيلك برضو حبة صلصة كده فرزيهم برضو هينفعوكي في طبيخ، في طبعا فتة،
الحاجات دي بقى بتنفع جامد قوي. بصوا بقى هنا مكان الكنبة، المنظر حدث ولا حرج. يعني بصوا المنظر عامل ازاي. لا انا ما متوقعتش كده. انا مش عارفة كان في زي حاجات زي اللي هي السفنج كده مفروم خالص، وقش وحاجات كده غريبة. مع ان انا عايزة اقول لكم خشب الانتريه عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده خشب عمولة. انا بجد بجد اللي صعب عليا ان الكنبة ما شاء الله يعني من جوازي بقى لها سنين السنين. عايزة اقول لكم ما شاء الله يعني حاجة كده ملهاش حل. يعني خشبها متين، اللي هي الخشب اللي هو بقى طبعا بتاع زمان كلنا عارفينه، يعني مفيش زيه دلوقتي. يعني عمولة ما شاء الله نضيف. فالحمد لله يعني انا مش عايزه ازعل طبعا عشان ما اضايقش جوزي ولا اضايق ابني برضو بالاوضه وهو لسه، يعني لسه اللي هي يعني طبعا هينام فيها وكده. فقلت لا يعني ما اضايقهمش وكده، فالحمد لله. وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله لعله خير. يمكن برضو كده احسن ليه ان هو يحس ان معاه حاجته في اوضته. وان شاء الله برضو هقفلها بستاره كده. قلت بقى ايه فلوس المرتبه اللي كانت هتحط في المرتبه هقفل بيها الارج كده اللي هي خليها الاوضه بقى. بس هجيب ستار ايه، يعني اشوف بقى بعد ما كنت هجيب طبعا اي حاجه كده اي ستاره واقفلها له كده مؤقتا. لا كده بقى الواحد هيجيب له ان شاء الله ستاره كده حلوه، ان شاء الله كده تكون شكلها حلو والواحد يقفلها له بحيث ان هو ينبسط بيها. طبعا طالما مش هجيب مرتبه فخلاص يعني ايه الفلوس دي تتحط في دي والحمد لله. والله انا قلت لجوزي كده وما شاء الله رحب بالفكره جدا. فالحمد لله يعني ربنا يسترها كده دايما. والحمد لله ان هي جت على قد كده، ان هي ما باظتش خالص، لا بالعكس هي ليها فكره برضو، والحمد لله استغليناها برضو استغلال حلو. فقولوا لي رايكم كده برضو في الكومنتات. ولو وصلت معايا لغايه هنا بقى ما تنسيش كده اللايك والاشتراك كده الحلو منك. وقومي كده يا ست الكل اتحمسي كده وخلصي اللي وراكي، اسمعي مني خلصي اللي وراكي مفيش وقت. ربنا يا رب يسترها معانا، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله ان شاء الله الاولاد كمان يخلصوا على خير كده. لان هي المشكلة كلها ان احنا السنة دي مش زي كل سنة. لا السنة دي احنا مضغوطين في ان هم هيخلصوا قبل الوقفة بيوم. يعني متخيلين اللي هو مفيش وقت خالص. يعني مش هيلحقوا يعملوا معانا حاجة، وكل حاجة انت اللي هتعمليها بنفسك. فعشان كده بقولك نظمي وقتك ونظمي حياتك كده. انا عارفة انك ممكن تكوني مضغوطة ما بين دروس وما بين بتاع ده مدارس، وما بين اكل وشرب وتنظيف وترويقة عيد. كل ده ضغط، بس انت في ايديك انك تروقي دماغك من كل دون وتعملي الحاجات دي بالراحة واحدة واحدة. يعني دلوقتي لو جيتي مثلا مسكتي على اوضه وعملتيها كده حلو وبعيد برضو عن الاولاد كده عشان برضو هما كمان يعرفوا يركزوا وما يتلككوش بيكي، تبقي انت 6 10 على 10 وملكيش حل. وحاولي برضو كده تنظمي برضو نفسك كده. وانت مثلا في الشارع مثلا بتودي مدرسة او بتودي درس، لقيتي مثلا وترخيصة شوية ونضيفة كده وحلوة، هاتي مثلا كيلو 2 كيلو على قد ما قدرتك وتعالي صلصيهم. هتبقي برضو خلصت منهم. لان في العيد ما ننكرش العيد دون كلنا بصوا بتلاقي نفسك هو طبيخ، يعني في طبيخ ولحمة وفتة وكده. انت حتى لو ما عملتيش خضار فانت بتحتاج الصلصة برضو في الفتة اللي هي التشة بتاعت التوم وكده. فيعني ربنا يسترها معانا. انت هتقولي ايه ده انت بتتكلمي في قوطة، هقولك اه ما معلش هي بفلوس مش ببلاش. فاللي بيروح من على الكتف بيريح. وبصوا بقى المنظر كان ايه وبقى ايه. الحمد لله. طبعا انا مش هفرش فرش الانتريه لان هفرشه على العيد ان شاء الله. وما تنسونيش بقى كده باللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم، وتقولوا لي رأيكم بقى في الكنبة بعد ما اتحولت. انا كنت فاكراها تتحول سرير والله بعد ما اتحولت لدرج، يعني كنبة بدرج. فالحمد لله على كل حال. وربنا يا رب يسترها معانا جميعا كده. وقولوا رأيكم ونصلوا كده على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.